إذا لم يكن ربما ليتصور هذه البداية القوية لنادي نجران، لكن مثل ما نشاهد عبد الله راسان يجرب حظه، وعبد الله راسان يضع الكرة في الشباك، في شباك العنزي بعد دقائق قليلة من البداية. لاحظوا هذه الكرة التي أضاعت بعد الكرة إلى الركنية. تعود الكرة مرة ثانية للنصر. راسفان كوشيتس يعدل النتيجة في الدقيقة 12 للمباراة مثل هذه الكرة العرضية لنادي النصر. كرة جميلة جدا ملعوبة، وجماهير الأصفر والأزرق تعبر عن سعادتها بهذا التعادل. إذا النصر حراسة المرمى، حتى أنك تربعت على عرش حراسة مرمى الانترناسيونال الإيطالي. عن طريق ريان يبدع ويسجل الهدف الثاني في هذه المباراة. النصر في الكرات العرضية خطير، والنصر في الكرات العرضية فعال، والنصر في الكرات العرضية لا يرحم، والنصر يستغل نقاط قوة لاعبيه كما يجب بتمريرتين عرضية. الروماني يلعب إلى جانب ابن البلد رزفان كوشيس، وتصويبه عبد الرحمن القحطاني يرسل صاروخ أرض جو، والهدف الثالث للنصر. 3 أهداف لهدف واحد. النصر اليوم غير، النصر غير اليوم. النصر اليوم عنوانه الكبير فعالية هجومية وأهداف، وهذه القدم اليسرى الساحرة لعبد الرحمن القحطاني والهدف الرائع. نلاحظ عبد الرحمن القحطاني، يا سلام يا سلام، جول رائع جدا، قد يكون من أجمل أهداف هذه الجولة 14 لدوري زين السعودي من مسافة 30 متر. على مر سنوات عديدة هذا اللاعب يبقى على دكة البدلاء، وكرة خطيرة وجول. خالد الزيلعي يسجل الهدف الرابع. يستحق هذا الهدف خالد الزيلعي في ظل ما قدمه جملة كروية جميلة جدا. سعود حمود إلى الزيلعي، وكرة ممتازة الآن، وكرة هدف. ريان بلال يسجل الهدف الخامس في هذه المباراة. ما الذي يجري لنجران اليوم؟ 5 أهداف لهدف واحد، لكن النصر يقدم في أداء جيد. فرصتين للحسن اليامي، كرة تعود مرة أخرى لفائدة النصر، وجول. الحارثي جول، والهدف السادس في هذه المباراة. العاطع بهذه النتيجة، والحارثي إذن يسجل الهدف السادس. 6 أهداف لهدف واحد، الدقيقة 71. هذا يعني بأن المباراة هي مباراة نصراوية من البداية إلى النهاية، وهذا يعني أن الكرات العرضية هي مصدر الخطر الأول، وهذا يعني بأننا